حربي يا نعمين، حمل النار وغير ميه الجوزه وكرس ورص. تعرف يا حبيب قلب المعلم ان اول قانون وحكم صدر ضد الحشيش كان بسبب المصريين؟ هو لازم بقول لك ده حصل سنه 1800 مع وجود الحمله الفرنسيه في مصر. ساعتها كانوا الفرنسيين مش لاقيين خمره يشربوها، عشان مصر بلد اسلاميه برضو ما كانش فيها خمر. مش تقول للخمره ابعد يا شطار. فكانوا بيدوروا على حاجه تعمل لهم دماغ. ساعتها لو الحشيش، عشان المصريين ساعتها كانوا بيشربوا كتير يا جدعان، وكان مسموح بيه في مصر عادي بيتباع، ما كانش لسه اتمنع. اللي بنشربه ده حلال ولا حرام؟ إذا كان حلال أدينا بنشربه، وإذا كان حرام أدينا بنحرقه. ففعلا بدأوا الفرنسيين يجربوا الحشيش وعجبهم وبقوا مدمنين منه جدعان، بس بدأ يأثر عليهم. والله زي ما بقول لك ما بقوش يشوفوا أشغالهم والكلام ده كله، ووصل بيهم إن هم ما بقوش يسمعوا كلام القادة بتوعهم. حضرتك جاي تعز ولا جاي تهرج؟ انا جاي اهرج. اتأدب. الكلام ده راح وصل لنابليون، فنابليون راح أصدر قرار أي حد هيتمسك بيشرب حشيش أو معاه حشيش هيتحكم عليه ب3 شهور سجن. سيادة اللواء، هو لازم بقولك عشان تعرفوا يا جدعان تأثير المصريين عالي ازاي. الدود مردود والعمود ممدود.